السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مع شاهد. اليوم ان شاء الله جبت لكم فطيره معسله ولا حرشه معسله وتجي بنينه بنينه بزاف وتجي مبسه وشابه وتجي روعه. هذه علمتها لي عجوزتي، نحييها ونشكرها بزاف بزاف وربي يحفظها لنا ويطول لنا في عمرها. ونروحوا لطريقه التحضير. بسم الله، نبداو نديرو نص كيس زبده ولا سمن دايبه وبارده، نضيفوا لها اللي بقى نضيفوه الزيت، يعني نص بنص. عندنا كيس تاع قمح، نفس الكاس اللي تعبروا به كل شيء، كيس ونص تاع قمح، ها ولا النص، والنص الاخر زدته حمر. تقدروا ديروا زوج كيسان قمح اذا ما عندكمش الحمراء، وتقدروا ديروا 3 كيسان سميد متوسط. هنايا عندنا كيس سميد متوسط، اللي ما عندهش القمح يقدر يديره كامل سميد متوسط، ثاني يجيك بنين وشباب ويهبل. وعندنا نص ملعقه كبيره ماشي معمره تاع ملح، ونص ملعقه ماشي معمره تاع سكر. نحطوا النواشف مع بعضها، نحطوا هذاك القمح والحمراء والسميد والملح والسكر، نحطوهم مع بعضهم، نخلطوهم مليح مليح، ونزيدو هذيك الزبده والزيت. ندخلو هذيك الزبده والزيت مع هذاك القمح والسميد، ندخلوهم مليح مليح مع بعضهم. من بعد عاد نضيفو الماء هنايا ندو حوالي كاس تاع ماء، ما غاديش نستعملوه كامل، راح يبقى منه شويه، دوك نوريكم شحال يبقى منه. ضيفوه هنايا، ما تعجنوش الحرشه تاعكم، كما تعرفوا ما تنعجنش باش ما تجيكمش معجنه وباش تجيكم تتفتت. لموها هكا برك بيديكم. جيبوا الطاجين اللي راح تخدموا فيه. انا هاد الطاجين اللي ما عندهش الحيطان اللي يعاونكم بيان كي تبغوا تقلبوها، حطوا مسحوه بشويه زيت ورشوه بشويه سميد متوسط، وحطوا الاخر تاعكم الحرشه تاعكم قرصوها عليه، حطوه على نار متوسطه وخلوه يطيب. وما تنسوش تقبوا الحرشه تاعكم، الفطيره تاعكم لازم تقبوها مليح مليح هكا بالفرشات، وخلوها حتى طيب مليح من تحت عاد باش تقلبوها، باسكو هاد الفطيره راح تجي مبسه بزاف، يعني كون تقعدوا تقلبوا فيها وتعاودوا راح تتفتت لكم، يعني تقلبوها غير مره. عاونوا روحكم بهاد الاداه باش طيبوها من كامل الجواه وتجيكم حمراء مليح مليح من تحت. هذه تعاونكم باش كاع البلايص يجوكم حمرين كيف كيف. تبغوا تقلبوها تقدروا تستعملوا اذا عندكم بلاع كبير يعاونكم، اذا ما عندكمش تقدروا تستعملوا زوج طباسه بهذا الشكل وتقلبوها. انا هنا قلبتها. بعد ما تقلبوها تزيدوا طيبوها من تحت، وعاونوا روحكم بهذيك الاداه، وغير توخروها وتحطوها في طبسي ديريكتومون تعسلوها. عسلوها مليح مليح، حوالي تقريبا نص كاس ولا اكثر من نص كاس تاع عسل. عسلوها وخلوها تشرب هذاك العسل حوالي نص ساعه، وكلوها بالصحه وتجي بنينه بنينه بزاف وصحيه وشابه وخفيفه. تشربوها مع اتاي ولا مع قهوه، ما تنساولهاش بنتها. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم، وما تبخلوش عليا باللايك وتعليقاتكم، واللي مازال متابونا معايا يتابونا. مرحبا بالجميع. وهذا هو الشكل النهائي، قلت لكم تجي بنينه 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 بزاف. خلوا لي رايكم في التعليقات، وقولوا لي نتوما كيفاش تسموها عندكم في الولايه تاعكم، كل واحد يقول لي كيفاش يسميها عندهم. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.